السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى قلنا نغير، بقالنا فترة لحوم وفراخ بط وأسماك، قلنا نعمل النهاردة بقى الأكلة اللي ما عملناهاش غير مرة واحدة طول شهر رمضان، نعملها النهاردة. هي مفضلة لقلبي، رز وعدس. حطيت الرز بتاعي والعدس وهغسله. المية بتاعة الرز والعدس بتبقى قليلة شوية عن الرز، لما تيجي تطبخي رز عادي اللي هو الرز الأبيض أو الرز بشعرية. لا، الرز العدس بتقللي المية بتاعته شوية، بس مش قوي يعني عشان ما يطلعش معاكي حصى. هنا خلاص أنا غسلت الرز، ظبطت له المية بتاعته زي ما قلت لكم. بتقللي المية بتاعة الرز والعدس شوية، ما تحطيش اللي هو العقد بتاعك زي ما انتي متعودة، قلليه شوية عشان يبقى مفلفل معاكي كده وحلو. حطيت له الملح وهوديه على النار. حطيت كمان رشة كركم كده، رشة بسيطة مش حاجة كده، هي باينة قدامك ان هي اتفردت في المية، لكن هي رشة صغيرة جدا. وهنا معايا طبق السلطة المحترم بتاعي اللي طبعا انتوا حفظتوه، عرفتوا طبق السلطة بتاعي طول شهر رمضان بنعمله مع بعض، هنعمله النهاردة اكيد جنب الرز والعدس. ومعايا برنجان اللي هو الطويل بتاع التخليل، هسلقه. انا مش هقليه، لما احب اعمل على قد الاكل بس هقليه، لكن انا دلوقتي عشان الكميه بتاعتي كتير فهسلقها. حطيت ميه في الحله وهغسل الباذنجان بتاعي. انا دلوقتي كده بغسل واحده بواحده، الميه مفتوحه وبغسل واحده بواحده وبحطها في الحله، وهرش عليها رشه ملح. هغطي البرنجان بالميه وارش عليه رشه ملح واولع عليه واسيبه لحد ما يستوي. طبعا ما تسويش البرنجان قوي عشان ما يبقاش مستوي كده قوي، ما بيبقاش حلو. اول ما يبدأ يستوى معاكي، لقيت البرنجانة كده استوت، تطفي عليها، تحط عليها رشة الملح، هولع عليها. تعالوا نعمل الدقة بتاعة البرنجان. حطيت توم، معلقة توم مفروم. الكهرباء كانت قاطعة، فلو كانت الكهرباء شغالة كنت فرمت الخلطة دي في الكبة. حطيت معلقة توم مفروم عليها معلقة شطة حمرا، عليها شوية ملح. حطي الملح بقى اللي يكفي الكمية البرنجان اللي انت عاملاها. حطيت عليها كمون، حطيت عليها خل، اعصر عليها ليمونة. وهبشر الفلفل، هبشره بالمبشرة، لان زي ما قلت لكم الكهرباء قطعة، فما فيش ان انا افرمها في الكبة. لو الكهرباء شغالة كنت حطيت كل الخلطة دي وفرمتها في الكبة. الليمون والفلفل والشطة والكمون والملح والثوم، كل الحاجات دي كانت تتفرم في الكبة في ثانية. كده الخلطة بتاعتي جهزت معايا. هنستنى ما البرنجان يستوى ونملحه مع بعض. معايا هنا بطاطس هقشرها واخرطها صوابع عشان هحمرها جنب الرز. حمرها صوابع كده، قشرتها وخرطتها، هنحمرها. هنا هعمل الرز الاول، هنقدح على الرز اللي هو نحط له الزيت بتاعه، والرز والعدس بيحب الزيت والسمنه كتير كده، زودوا له الزيت والسمنه بتاعه. هقدح الزيت وبعدين احطه على الرز. هنا البرنجان بتاعي اهو خلاص، هنا بقول لكم ان هو قرب يستوي، بس هقلبه، هنزل اللي فوق ده تحت واطلع اللي تحت فوق، وقلبة واحدة، وهشيله على طول من على النار. هنا خلاص الزيت بتاعي بدأ ان هو يسخن، اتقدح يعني خلاص. وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، لسه ما ضغطتيش اشتراك، اضغطي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا خلاص قدحت على الرز وحطيت المقليه البطاطس، احمر البطاطس بتاعتي. هسيب البطاطس تتحمر ونشوف احنا هنعمل ايه بعدها.
مش فاكرة بعدها هعمل الباذنجان ولا هعمل الخضار. هنشوف مع بعض انا هعمل ايه بعد البطاطس. خلينا نشوف مع بعض. هعمل الباذنجان. خلاص انا صفيت المية بتاعته هبدأ بقى افتحه. هشيل القمع بتاعه اللي انا سايباه ده. انا ما شيلتوش من قبل ما اسلقه. ليه؟ عشان الحتة دي ما تسودش. لو شيلتيه قبل ما تولع عليه بتسود. لكن انا بسيبها بسيبه زي ما هو. بغسله بس وبحطه في المية زي ما هو. واول ما يستوي معايا بشيلها عادي. تلاقيها بيضة وجميلة وزي الفل. هنا خلاص انا هفتحه بقى كله وهسيبه يبرد شويه. لاني بصراحه ما عرفتش اعمل فيه اي حاجه وهو سخن قوي كده. كده انا فتحت الكميه بتاعته كلها فتحتها وهبدا احط فيها الحشو بتاعها اللي هي الخلطه اللي انا عاملاها. التتبيله بتاعته طبعا هي محطوط فيها خل وليمون وفلفل وملح وكمون وشطه حمراء وفلفل اخضر او فلفل احمر. انا حطاها فلفل احمر. ولو عندك هريسه شطه ممكن تحطي منها. هحشيه كله بقى دلوقتي. وبعدين هعصر عليها الليمونه التانية اللي انتوا شايفينها معايا دي. هعصرها عليها كلها من على الوش كده. وعلبه بغطا. علبه من اللي هي علب التلاجة. وترصي فيها البرنجان بتاعك بعصرة الليمونه اللي على الوش دي. سيبيه بقى يا جماله. لو اكلتيه تاني يوم مش في نفس اليوم اللي انت عاملاه فيه. جميل. اما بيبات كمان بالخلطه دي. هنا خلاص خلصت الكميه بتاعتي. هعصر عليها الليمونه. وهجيب العلبة وهرصها فيها. طبعا هطلع كام واحدة كده احطهم على الغدا. وبعد كده اشيل بقى الباقي في العلبة بتاعتي واحطه في التلاجة. كده خلاص. بعدها بقى نحمر البطاطس. خلصنا البنجان نحمر البطاطس. انا نسيت ان انا كنت حطيت البطاطس اصلا في الاول قبل البنجان. يبقى لسه هننضف الخضار بتاعنا ونغسله وننقعه زي ما احنا متفقين مع بعض. احنا بننضف الخضار وبننقعه في مية وخل. هنا اهو غسلته. كنت نضفته وشطفته الحمد لله ونقعته. وهطلعه. كده خلاص الأكل بتاعنا خلص. الخضار بتاعنا اتغسل. الباذنجان بتاعنا اتخلل. والسلطة اتعملت. السلطة بتاعنا شوف طبق السلطة بتاعنا وجماله. ما شاء الله. والرز بتاعنا خلاص خلص. ايه رأيكم في الأكلة بتاعتنا النهاردة؟ أكلة حلوة كده تفتح النفس ولا ايه؟ قولوا لي رأيكم. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.